ايدك اشترى لي ستاف. خلينا نشارك ابو ناي بالموضوع لان اكيد ما بيحل ينزل سناب ويحكي نفس الكلام. حابين نحكي بموضوع الطبخ وليله الطبخ اللي صارت. صراحه شكرا جزيلا اول شيء على مسجاتكم الحلوه، وان شاء الله يا ربي ماجورين انتم واحنا. واكو شغلتين صارت، وحده تفرح وحده يعني محزنه شويه للاسف. اللي تفرح هي انه كل الناس اكلوا من زاد ابو عبد الله، وهذا الامر كلش فرحنا. احنا سوينا كميه يعني راهيه تمن وقيمه وهريسه، واني هنا صدق شعرت بالسعاده. شغله ثانيه الهوسه صارت، الفيديوهات اللي نزلت بسبب المشاكل والهوسه اللي صارت هاي الامور. كاتبين ليش ما سويتوا تنظيم؟ احنا صراحه يعني حاولنا نسوي تنظيم وجبنا عدد كافي من الشباب انه حاولوا ينظمون الموضوع زين. يعني 15 جبنا، يعني الطباخ والستاف وياه 15 شخص ما شاء الله. حقيقه الفوضى تصير بكل مناسبه، بكل حدث، بكل يعني مو بعيده علينا، خلينا نكون منطقيين شويه. يعني طبيعي الامر، وهاي الحاله احنا شايفيها مو فقط يعني صارت امام بيتي. بس اول شيء مو ذنبي، لان اني لما صورت ما قلت بيتي وين ولا انطيت عنوان، وانتم الان ما تعرفون بيتي وين ولا عنوان، بس يمكن من المناطق القريبه علينا ومنطقتنا من ناس هم كلهم خير وبركه ونورونا وما قصروا. اني بالنسبه الي صراحه، ومو بس اني، هو فهد مسؤول. قلت له فهد اطلعوا وقولوا لهم لو سمحتوا اوقفوا بانتظام. اني لا تذب الصوت بكل بي يعني ما عليه. اني قلت له بس قول لهم لو سمحتوا الكل يوقف بانتظام والكل حياكل. قلت لهم ايه خلوا الطباخ بالجذر. والله يا فهد لا احلى شيء اطب برا تدرون الصايره بس تسمعون طن 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 صوت الجدار طبيت هي قاعده. قالت لي قلت لهم يلزمون السرايا يوقفون بانتظام. قلت لها حبيبي انت الله يخليك. يقول لي رادوا يذبون الطباخ فهم احنا عفناهم براحتهم، يعني قلنا على مود الكل ياكل الكل يشبع. اكو تعليق ايضا اكثر من مره تكرر علي، ليش ما سويتوا سفري مواعين وتطوهم؟ هو كل واحد جايب جذر هاي الكوره. والله بطاله تقول لي جايب جذر. انا شنو من الهوسه مال العالم بالقران يعني طبيت مصدوم. هي شو تقول لي؟ فهد قول لهم لو سمحتوا. المهم عدت على خير الحمد لله والشكر. والله هو هذا سوء التنظيم مو سببنا احنا بصراحه، الجميع واغلب الناس اللي يطبخون هوايه تلاحظون هذا التجمعات يعني صراحه ما نقدر، فاحنا مو صوتنا. والله يعني احنا هماتين حرصنا على انه كل الناس ياكلون، خصوصا الغربه الجايين من برا، وحتى احنا ناسنا المقربين اكو بيهم ما اكلوا، لان احنا طلعنا كل الجدار هي اوريدي بالشارع بس كلها خليناها برا. خطيه واحد جيراننا طلع عليهم كان يقول لهم لا اوقفوا بالسره، كان واحد كان ينداروا عليه امشي ذاك طب جوا. هواية شغلات صارت والله يعني مضحكة. بس بنفس الوقت الف عافية الف عافية. ان شاء الله سنة اللخ ما راح نسويه. شو راح نسويه؟ خطيه هو دكتور مثقف عود طلع هيك يحكي بنزاكه، شباب لازم النساء اولا ارجوكم والرجال اولا، يعني النسوان حطوهم بالجدار الجدار يمنون. قالوا له طب جوا ليش؟ هو مؤدب رجاء النسوان اولا. تمشي طب جوا لك طب جوا. تحياتنا للدكتور، الف تحيه له جيراننا. ليديز فيرست، ليديز فيرست نساء ارجوكم جوا شيء يا ليديز فيرست صار ثريد. يا ربي والله العظيم يعني اكو مواقف نتذكرها كارثه. بس الحلو بالموضوع هم انا قلبي كان بصراحه يوجعني، خايفه كلش خايفه لا احد يشمرون بالجدر، خايفه لا احد لا سمح الله تصير له اصابه. فالحلو هو هذا المفروض رقم واحد، اخليها النقطه فاتتني والله. هو هذا الحلو بالموضوع، ما صار اي شيء، ما صار ضحايا، ما صار احد احترق، ما صار شيء. طباخ وياه يمكن 14 واحد 15 واحد وكلها شحنتيه هيك واقفين. قال لي ما لك علاقه يمي. قلت له عمي ما شاء الله حتى صار لكم مشكله انتم خير منا الله. قال لي ما لك علاقه. قال عمي احنا كلها لازمين.
صارت الجداري الدنيا اشتعلت كان يجي طب زين ايه زين كان وهاي ماكو بالبدايه شنو شفتوه انتم بالتصوير كله مسيطر خطيه يعني هو اكيد هم مسيطرين شغلتهم صار لها سنين اي بس مو هيك يعني بس زين قال لي عم احنا 14 واحد وكلها شوفها زلم خشنا قلت له خوش يابا صارت الهوسه كان يطب لي لقيته خطيه سبحان بالعرق قلت له ها كان يقول انجدني لاصت ما سيطرت على الوضعيه ابو نايف ترخص انا ما قصرت وياكم بالطبخ قلت له عمي تعال وين؟ قال لا صارت ودنا وما اقدر اسيطر. اخ يا رب يلا الحمد لله والشكر الحمد لله والشكر عدت وبسلامات وكل الناس اكلوا والف عافيه وتتهنون وان شاء الله السنه الجايه راح اسوي ضعف هذا العدد بس ما راح انوه بالسناب هالمره. لا نسوي غير مكان حبيبي. اي نسوي غير مكان يفضل اي ونوزعه سفري افضل بالضبط وجايب لك ايش كل جذريه لا الكبر من هيك نسوي احنا مكان معزول ما بي